صباح الفل والهنا والسعادة على حبايب أم هنا. فيديو جديد يا غاليين، مع يوم جديد، مع فيديو زي العسل. النهاردة هنعمله حلاوة المولد بتركات وبحاجات بسيطة وحلوة وسهلة نقدر أي بيت يعملها. صلوا على النبي ووحدوا الله، إلا بذكر الله تطمئن القلوب. وأهم حاجة عندي إن احنا نذكر الله. طبعا أول من الخطوات لازم نجيبه متر من الورق الزبدة. دي أول خطوة ندهنوها. أنا همشي معاكم في الفيديو ده خطوة خطوة. ندهنوها، نقسمه يعني الفخ على جزئين ونشيلوهم على جنب يكونوا مدهونين زيت. حلو. تعالي بقى هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل السمسمية بتركة حلوة وخفيفة. يعني لو حد مش قادر يجيب حلاوة المولد هيعمل الحلاوة دي بإذن الله، هتعجبه جدا وحلوة جدا. هنجيب كوباية من السكر الأبيض، وأهم حاجة لازم الخطوات تبقى مظبوطة زي ما أنا قلت، زي ما أنا عملتها ببيتي وطلعت حلوة وعجبت أولادي هقولها لكم ما بيرضي الله برضو حلوة. السكر لازم يبقى نظيف، دي أول حاجة. ونخلوها على النار تكرمل وتسيح خالص خالص. وأهم حاجة إيدنا تبقى فيها في التقليب مستمرة. ليه؟ عشان أنا مش عايزة المرارة ومش عايزاها تبقى محمرة جامد. وأنا بوريكم أهو أنا بعمل إيه بالخطوات السهلة. الفيديو خفيف وسهل على قلوبكم، تركة حلوة إن شاء الله لحلاوة المولد. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم دايما متهنين وفرحانين يا رب. يحقق لنا كل اللي نتمنوه إن شاء الله. تكون ربنا راضي عنا، أهم حاجة في الدنيا دي يكون ربنا راضي عنا ورسولنا راضي عنا، وربنا يرضى عنا جميعا يا رب. طبعا الشيخ كانت في ناس بتقول حلاوة المولد حرام مش عارفه ايه. طبعا احنا سمعنا الشيوخ ياما بتقول لك لا، الرسول عليه افضل الصلاة والسلام كان بيحب الحلوى وكان بيحب العسل الاسود، كان بيحب ياكلهم. فاحنا بنحتفلوا مولد رسولنا عليه افضل الصلاة والسلام، وعايزين نكتر من كلمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سيحنا كوباية السكر وحطيت ايه فيه انا، دي من عندي انا. حطيت بدل الزبدة حطيت معلقتين سمنة بلدي، يعني بدل الزبدة معلقتين سمنة بلدي. وجبت ربع كيلو من السمسم المحمر، طبعا تجيبيه من عند اي عطار. الوصفة دي كلها ما يعني عملت معي حوالي نص كيلو او اكتر كمان من الحلاوة السمسمية. دلوقتي كيلو الحلاوة السمسمية عامل كام؟ عامل 200 جنيه وعامل 300 جنيه وعلى حسب. وانا احكي لكم موضوع حصل معايا السنة اللي فاتت. رحت طبعا كنا نازلين اسكندرية السنة اللي فاتت، كنا نازلين في مكان يعني في اسكندرية بنمشوا، فلقيت زحمة في محل انا منزله الفيديو بتاع حلاوة المولد وانا بشتري منه في مكان مشهور يعني، وهي كانت العبد بصراحة. فانا دخلنا المحل واشترينا، وبقى انا فرحانه بقى واخده السله وراح اشتري لي ب 300 400 جنيه. الاقيهم الخمس حتت والله 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 وربنا يشهد عني، الخمسه مش عارفه ولا 6 حتت. حتى في الفيديو عندنا وانا وداخله في الفيديو بتاع السنه اللي فاتت، لو تنزلوا في القناه هتلاقوه. دخلت بقى واخده سله بقى وداخله فرحانه، قلت هجيب لي بقى كيلو ولا 2 كيلو من الحلاوه دي. اتريهم هما بيبيعوا بالحته بالقطعه. رحت انا واخده 5 حتت مش عارفه ولا 6 حتت. المهم قطعوا بكده والفاتوره والفيديو كله على القناه عندي، انا ما رضيتش امسحهم. الاقي ال5 حتت ولا 6 حتت دول عاملين 500 جنيه ومطلع لي فاتوره ومطلع لي شغلاني. فانا عامله ان انا هملي السله بقى عامله هملي السله. فالحته دي اتعلمنا لما تخشي مكان عايز تشتري منه حاجه، خلي عندك علم على كد فلوسك. يعني خش المكان اللي هو على كد جيبك، على كد مقدريتك، على كد ميزانيتك. ما اضربش في العالم. انا هم دول اللي انا جبتهم عندنا بيتباعوا ب 100 جنيه في المحل اللي انا دخلته ده اتباعوا ب 500 جنيه. هو المحل بيحكم عليك بكده، وهي النوعيه. ومعلش يعني النوعيه مش الواو، يعني حاجه عاديه خالص بصراحة. فالحتة دي بتعلمنا
ان نحن بنخشوا في المكان اللي على قدينا، على قد ميزانيتنا، وكل واحد على قد مقدرة جيبه. مش بشرط على حد انه ممكن يروح يجيب من اي محل، يعني عادي. والله عندنا حلوة بتتباع حلوة وجميلة ورخيصة، وفي حلوة برضو بتتباع في محلات. ما هو النور والإضاءة والجودة كله على حسابك، على حسابك انت اللي بتدفعي المصاريف دي برضو. وكل سنة وانتم طيبين فرحانين ومتهنين. طبعا انا كنت فردت الحلاوة قدامكم، هي السمسمية فردتها، بس العيب اللي انا عملته ان انا فردتها جامد، يعني خلطها فطيرة كده تحت ايدي. هي المفروض كانت بيجي سميكة شوية عشان كانت طلعت من الورق ببساطة. طلعتها وقطعتها تقطيع عشوائي، ودي قدامكم يا حبايب قلبي. طبعا عملتها، هي طلعت حلوة وجميلة ما شاء الله عليها. والله 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 انا لما اكلتها ما فيهاش فرق عن المحل اللي انا جبت منه، اللي قلت لكم عليه ان هو غالي جدا. واهم حاجة في الوصفة دي ان هي تتفرد على ورق زبدي، هي وسخنة جدا. يعني بص انا دي كانت لدوعة كده منها. تفرديها على ورق زبدي، وورق الزبدة ما تعتمديش عليه انه ورق زبدة وبس، لازم تدهنيه. حتى انا عندكم برضو مسكت معايا شوية، في حتت ما كنتش دهناها كويس مسكت فيه. فافردوه على قد ما تقدروا، وإن شاء الله يا رب يكون مولد النبي مولد سعيد وفرحان، وربنا يحقق لنا كل اللي بنتمنوه وفوق اللي بنتمنوه بإذن الله. ما تنسوش أختكم وحبيبتكم أم هانا باللايك والاشتراك، وأتمنى من كل حبايبي إنه يتابعوا الفيديو للآخر ويستفادوا بكل كلمة بقولها. وربنا يا رب يحسن ما بين أيدينا وأيديكم، ويفرحنا ويرزقنا ويسعدنا ويحقق لنا كل اللي بنتمنوه. مع ألف سلامة، وسيبكم في رعاية الله وحفظه. متنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.